جانب صغير من الاحتفالات الخاصة ب700 الثورة على مستوى ولاية بشار كما قلت على غرار كل شبر من الوطن. عودة للأستاذ الجامعي محمد ناصري أستاذ مادة التاريخ، ونقف عند هذه المناسبة. لابد لنا أن نتحدث عند جزئية مهمة. لا تكتمل السيادة الوطنية إلا باكتمال أو أركان السيادة الوطنية إلا ببسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون الجزائريين، والتي كانت في 28 أكتوبر. هذا يدفعنا للحديث عن أثر الإعلام وصوت الجزائر المكافحة في إيصال صوت الشعب ودرء الدعاية المغرضة التي كانت فرنسا تسوق لها. أكيد الحديث عن استرجاع مبنى الإذاعة والتلفزيون يقودنا إلى الحديث عن دور الإعلام خلال الثورة التحريرية. نعم. فهناك من جاهد بالسلاح، وهناك من جاهد بصوته، وهناك من جاهد بقلمه. مؤتمر صمام أولى عناية كبيرة بالجانب الإعلامي، وذلك بتأسيس جريدة المجاهد. نعم. لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني، إضافة إلى اهتمام العقيد عبد الحفيظ بوصوف بعد تأسيسه لمدرسة الإشارة. استقدم حوالي 25 طالب جزائري تلقوا تكوين متخصص على يد مختصين سوفيت، وتم تأسيس الإذاعة السرية المتنقلة التي كانت آنذاك بأدوات بسيطة، ميكروفون، جهاز تسجيل، جهاز إرسال بقوة 400 فولت. كان أول بث لها في 16 ديسمبر 1956. دامت حوالي 9 أشهر بسبب مضايقات الاحتلال الفرنسي الذي كان يحاول دائما قصفها وعرقلتها. بعدها ب3 سنوات تم تأسيس الإذاعة الثابتة، والتي دشنت من طرف محمد يزيد وسعد دحلب. الحديث عن دور الإعلام في الثورة التحريرية يقودنا إلى الحديث عن الصوت المعروف، الصوت الجهوري عيسى مسعودي، الصوت الثوري عيسى مسعودي، الذي كان صوته الجهوري كفيلا بجعل جنود جيش التحرير الوطني يقابلون دبابات وطائرات ومدافع العدو بكل يعني شجاعة وإقدام. استرجاع مبنى الإذاعة والتلفزيون كان في 28 أكتوبر 1962. استرجاع السيادة الوطنية كان في 5 جويلية 1962، لكن بموجب يعني اتفاقية إيفيان والتعاون التقني كان تقريبا من جويلية حتى أكتوبر تحت إشراف فرنسا. لكن جبهة التحرير الوطني رأت أنه لا يجب أن يحل 1 نوفمبر 1962 إلا ويكون مبنى الإذاعة والتلفزيون في يد الجزائر. ولهذا توجهت كتيبة من جيش التحرير الوطني إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، وتمكن المجاهد ابن مدينة كمار عبد العزيز شكيري من رفع العالم الوطني ورفرفة عاليا على مبنى الإذاعة والتلفزيون. فأدى ذلك إلى احتجاج كل الصحفيين الفرنسيين والذين حاولوا عرقلة البث بمحاولة سرقته وحتى سرقة بعض القطع من أجهزة البث. لكن العقيد رابح ماضوي تفطن لهم. نعم. أمر بتفتيش كل الجنود وحتى مدير الإذاعة واسترجعوا هذه القطع، وكان ذلك انتصار هام للجزائر وحدث هام في تاريخ الإعلام خلال الثورة التحريرية وفي تاريخ الجزائر. يطول الحديث في هذا الأمر، واللي هو ركن من أركان السيادة الوطنية، وكان لابد من هذا الفعل. نواصل الحديث بينما نشاهد في هذه اللحظات صور لفعاليات الاحتفالية الرسمية ب700 الثورة. نتحدث بينما نشاهد في نفس الوقت الصور الخاصة بالاحتفالات التي تجوب شوارع مدينة بشار. إذن هذا الفعل، فعل استرجاع السيادة الوطنية على أو بسط السيادة الوطنية على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، كانت كما قلت تكملة لاسترجاع السيادة على التراب الوطني. إذن هنا كيف كان رد الفعل الدولي على هذه الانتصارات المتتالية؟ وهنا بودي أن نتحدث عن حنكة
وفطنة الجزائري آنذاك والتنظيم المحكم للثورة، وكيف انتهجت ربما سلكت هذا الطريق المنظم بهذه الخطوات المتتالية حتى يكتمل النصر والانتصار. أكيد شباب الثورة التحريرية، لجنة 22، لجنة 6، كل قادة الثورة التحريرية لم يدرسوا في الكليات ولم يدرسوا في المعاهد ولم يدرسوا في الكليات الحربية، لكن كان لهم الذكاء الكافي والفطنة الكافية لإدارة الثورة التحريرية بإحكام وبذكاء وبحكمة منقطعة النظير. فعندما نرى مثلا اجتماع 22 والتركيز على مبدأ القيادة الجماعية، التركيز على مبدأ القيادة الجماعية هو استفادة من خبرة أزمة حزب حركة الانتصار الحريات الديمقراطية والنزاع الذي بارز حول الزعامات. فكرة يعني توحيد الثورة الجزائرية وأن تكون تحت قيادة واحدة هي استفادة من ماضي أو من المقاومات الشعبية. صحيح أنه كانت هناك مقاومة شعبية لكنها كانت يعني متفرقة، كل زعيم في منطقة معينة يخوض مقاومة شعبية، لكن شباب الثورة التحريرية رأوا أن الثورة يجب أن تكون تحت قيادة واحدة، وانطلقت الثورة التحريرية ولم يركزوا فقط على يعني الجانب العسكري، وإنما نوعوا في جبهات النضال، الجانب العسكري، الجانب السياسي، الإعلامي، الدبلوماسي، فهي كلها وسائل وتجارب كانت فعلا ناجحة، أعطت صدى كبير للثورة الجزائرية، استطاعت أن تجلب لها دعم دول عربية ودول غربية انبهرت بالكفاح واعترفت بأن فرنسا احتلت الشعب الجزائري، قهرت الشعب الجزائري، قتلت وارتكبت المجازر، قتلت الملايين، 1.5 مليون شهيد فقط خلال 7 سنوات ونصف. إذا حسبنا من 1830 حتى 1962 رانا نتحدث على أكثر من 6 مليون جزائري، بمعنى هذه تسمى في القانون الدولي إبادة جماعية، دي جينوسيد، وهذا يعني هذا وحده كفيل بتجريم يعني الاستعمار الفرنسي. لكن الحمد لله بعد 7 سنوات ونصف قطفت الجزائر الثمار ولا زلنا نقطف الثمار. أي جزائري رأى استعراض العسكري الأمس إلا ويملأه الفخر يعني بلادنا وبجيشنا الذي نوجه له كل تحية تقدير سليل جيش التحرير، سليل جيش طبعا الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني، تحية تقدير وإجلال لكل أفراد جيشنا الوطني الشعبي حماة الوطن. عاشت الجزائر حرة مستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. طيب، حتى نختم هذه الجلسة في عجالة أستاذي الفاضل، أخيرا يرى النور نادي من النوادي التاريخية بالحرم الجامعي. أكيد في المدرسة العليا للأساتذة ببشار هناك العديد من النوادي العلمية التي تنشط في مختلف التخصصات. في تخصصنا التاريخ أنشأنا نادي تحت مسمى بوصلة التاريخ، ضم طلبة السنة الأولى وطلبة السنة الثانية ملمح أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي. نظمنا يوم 31 أكتوبر أول نشاط بالتنسيق مع المدرسة العليا ممثلة في مصلحة النشاطات العلمية والثقافية، وأيضا بالتنسيق مع متحف المجاهد لولاية بشار، أين نظمنا فيها معرض للكتب التاريخية، مسابقة تاريخية مصغرة لطلبة المدرسة العليا للأساتذة، في محاولة منا يعني نشر المعرفة التاريخية أولا، وانفتاح يعني المدرسة العليا على المحيط الثقافي والعلمي. شكرا جزيل الشكر الأستاذ محمد ناصري، أستاذ مادة التاريخ بالمدرسة العليا للأساتذة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا أستاذ هشام، بارك الله فيكم. أنتم مشاهدينا الأفاضل، ابقوا معنا لمواصلة الرحلة الصباحية الخدماتية إلى غاية 10 صباحا من شاشة التلفزيون الجزائري.